السلام عليكم. في الفيديو ده إن شاء الله هنكمل في سلسلة الشيدنج اللي بدأناها، وهنعرف شوية تريكات جديدة ما اتقالتش في الدروس اللي فاتت، وهنعرف ازاي ندمج الديكالز والصور الصغيرة على الأوبجكت بتاعنا، وكمان هنعرف ازاي نعمل تأثير الأوساخ ده. طبعا مش هشرح الصدى في الحديد لأني شرحته بالتفصيل في الدرس اللي فات. لو ما شفتش الفيديو ده هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. طبعا احنا كل شغلنا هيبقى على الجزء بتاع البادي ده بس، عشان كده هنخفي بقية الأجزاء. هنشغل بس السكرين كاست عشان تبقوا شايفين الزراير اللي أنا بدوس عليها. هنبدأ إننا نضيف ماتيريال جديدة، وأول حاجة هنشتغل عليها هو البيس كولر اللي هو اللون الأساسي بتاع المجسم. هنضيف نويز تكستشر وندوس كنترول تي ونوصل الأوبجكت بالفيكتور. بعد كده هندوس كنترول وشيفت مع كليك شمال عشان تظهر معانا النوت في الفيو بورد، ونضيف ميكس كولر عشان نعرف نتحكم في الألوان بتاعتنا، ونوصل الفاكتور بالنويز تكستشر اللي عملناه، ونختار لونين، واحد فاتح والتاني هيبقى أغمق منه شوية، ونبدأ إننا نوصل الريزلت بالبيس كولر. هنلاقي إن اللون بتاعنا بقى فيه شوية فاريشن زي ما احنا عايزين. هنبدأ إننا نشتغل على الرفنس، هنخلي شوية أماكن بتلمع وأماكن تانية لأ. هناخد نسخة من النويز تكستشر دي ونوصلها بالميبك، ونغير شوية في القيم بتاعتها لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده هنضيف color ramp عشان نزود الكونتراست شوية، ونوصل الكالر رامب دي بالرفنس. هنلاقيها طلعت بالشكل اللي قدامنا ده، يعني كويس شوية، بس برضه ممكن نعدل عليه لحد ما نلاقي النتيجة بقت أحسن شوية. وممكن برضه نغير شوية في البيس كالر لحد ما تلاقي الشكل اللي انت شايفه مناسب. يعني ممكن كده الشكل بقى أحسن شوية. هنبدأ إننا نضيف الديكالز بتاعتنا. هنضيف ايمج تكستشر ونختار أول صورة معانا اللي هي الصورة دي. هندوس على التكستشر وندوس كنترول وشيفت مع كليك شمال عشان تظهر معانا في الفيو بورد. هنروح لليوفي مابس ونضيف يوفي ماب جديدة ونسميها مثلا ديكال ماب. نرجع تاني للشيدر اديتور ونضيف نود اسمها يوفي ماب ونوصلها بالفيكتور. بعد كده هنروح للتاب بتاعت اليوفي مابينج ونتأكد ان اليوفي بتاعتنا هي اللي احنا لسه عاملينها. ونبدأ اننا نعدل في اليوفي لحد ما نلاقي الصورة في المكان اللي احنا عايزينه. هنرجع بس للشيدر اديتور ونغير الريبيت دي نخليها كليب عشان الصورة ما تبقاش بتتكرر معانا. نرجع تاني لليوفي مابينج ونخلي الصورة في المكان اللي احنا عايزينه. لو خلينا الألفا هي اللي تظهر هنلاقي إن في لونين ظهروا اللي هما الأبيض والأسود، وهو ده اللي احنا عايزينه. بعد كده هنضيف ميكس كولر نود وهنوصل الألفا بالفاكتور، ونوصل الكولر بالسوكت الأولاني اللي هو A، والسوكت التاني اللي هو B هنوصله بالبيس كولر. هنلاقي إن هي ظهرت بشكل غريب، هنعكسهم بس عشان الدنيا تظبط. كده تمام، بس هتلاقي الصورة واخدة نفس الرفنس بتاع لون الحديد. عشان نحل المشكلة دي هنضيف ماس نود وهنخليها اد زي ما هي، وهنوصل الاتنين فاليو بالماب بتاعة الرفنس بتاعتنا والصورة بتاعة الديكال، ونوصل الماس نود دي بالرفنس. هتلاقي كده الدنيا ظبطت. بعد كده هنبدأ اننا ننظم شوية في النودز بتاعتنا. هنحط النودز دي في فريم لوحدهم ونسميه مثلا مابينج، والنودز دي برضو هنحطهم في فريم ونسميه بيس كولر، ودول كمان هنحطهم في فريم ونسميه رفنس.
ونفس الكلام للنودز دي هنحطهم في فريم ونسميه مثلا ديكال 1. هنعمل نفس الكلام عشان نضيف الصورة التانية. هنضيف image texture ونختار الصورة دي ونغير الريبيت دي نخليها كليب، ونعمل UV ماب جديدة ونسميها ديكال 2، ونعمل نفس اللي عملناه في الصورة الأولانية. هنا بس هنحاول نقلل الشفافية بتاعتها شوية، عشان كده هنضيف color ramp ونيجي عند اللون الأبيض ده ونغمقه شوية. ونفس الكلام نحطهم في فريم ونسميه ديكال 2. بعد كده هنبدأ إننا نضيف زي أوساخ كده أو سائل نازل من على جسم التكييف عشان يبقى شكله واقعي شوية، ونفس اللي عملناه في الصورة الأولانية والتانية هنعمله برضه في الصورة التالتة. وهنا هنختار الصورة بتاعت الأوساخ اللي احنا اخترناها، ونعمل نفس اللي عملناه في الصورة الأولانية والتانية، بس هنا هنحط كل الجوانب بتاعة الأوبجكت بتاعنا عشان تبقى الأوساخ داير ما يدور على الأوبجكت زي ما احنا عايزين. ونغير الريبيت دي نخليها كليب زي ما اتعودنا. طيب هنا بس احنا محتاجين نخلي الأوساخ دي فوق الصور اللي احنا عملناها، عشان كده هنخلي المرة دي النود بتاعت ميكس كولر آخر حاجة قبل البيس كولر، وكالعادة هنوصل الألفا بالفاكتور والكولر بالسوكت الأولاني. هنعمل نفس اللي عملناه في الصورة التانية، هنقلل الشفافية عن طريق إننا هنضيف كولر رامب ونخلي اللون الأبيض ده يبقى أغمق شوية. لو قربنا هنا شوية هنلاقي إن اليوفي بتاعنا مش مظبوط، عشان كده هنرجع لليوفي ايديتنج ونحاول نظبطه. طيب كده تمام، ودي النتيجة بتاعتنا. آخر حاجة هنعملها هي إننا هنضيف زي بابلز كده مصدية في الحديد زي اللي انتوا شايفينها في الصورة دي. المرة دي هنضيف فورنوي تكستشر ونوصلها بالمابينج بتاعتنا، ونخلي الاختيار ده سموز F1، ونبدأ إننا نعدل شوية في القيم دي لحد ما نلاقي الشكل اللي احنا عايزينه، ونضيف color ramp عشان نغير شوية في الكونتراست، ونبدأ إننا نغير في القيم دي لحد ما نوصل للشكل ده. هنيجي هنا ونضيف ميكس كولر نود ونوصل الفاكتور بالكولر رامب اللي احنا لسه عاملينها، وهنا هنختار لون يكون قريب شوية من لون الصدى، يعني اللون ده ممكن يكون كويس شوية. بعد كده هناخد نفس الكولر رامب دي وندوس شيفت دي عشان نعمل لها دوبليكيت ونوصلها بالفيرنوي تكستشر بتاعتنا، ونغير شوية في القيم دي لحد ما نخليها أكبر بشوية من الكولر رامب الأساسية بتاعتنا، ونعمل ميكس كولر نود ونخليها قبل لون الصدى، ونوصل الفاكتور بتاعنا بالكولر رامب اللي احنا لسه عاملينها، ونديلها لون صدى بس يكون أفتح شوية. بعد كده هنبدأ إننا نعمل بومب نود
ونوصل الهايت باخر كلر رامب احنا عملناها، ونوصل النورمال بالنورمال. هنلاقي ان شكلها غريب شوية، هنعمل انفيرت للبامب وبعد كده هنغير شوية في القيم دي لحد ما تظبط معانا. يعني كده شكلها واقعي شوية، وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.